اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. النهاردة عاملين أحلى بسبوسة، نوعين من البسبوسة بطعم رهيب جدا. عملنا البسبوسة بالمكسرات وعملنا البسبوسة بالكريم شانتيه. مرضناش نزعل أي طرف من الطرفين، اللي طلب بالمكسرات عملنا له، واللي طلب بالكريم شانتيه من أولادي عملنا له. ما حبيتش أزعل حد بكمية قليلة جدا من البسبوسة. حطوا لايك وتعالوا شوفوا عملناها مع بعض ازاي. أنا جبت طبق وجبت كوباية الا ربع سمنة على زبدة، وجبت كوباية السمنة والزبدة اللي على بعض ونزلت بيهم في الطبق، ورحت جايبة كوباية من السكر ونزلت بيها على الزبدة والسمنة، طبعا السكر على حسب الرغبة. ورحت جايبة نص كوباية من المية، وجبت كوباية من الزبادي، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ونزلت بيها على الزبادي والسكر والسمنة والزبدة مع بعض. وجبت كيس من الفانيليا او رشة فانيليا ونزلت بيها على المكونات بتاعتي، ورشة بسيطة من الملح. وبدأت اضرب الخليط ده كله مع بعضه علشان يديني القوام المناسب لأحلى بسبوسة انا حباها. اضربي كويس جدا 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 لغاية اما الخليط ده يبقى كريمي. إيه يا رب اللي اول مره يشوف قناتي ما ينسانيش بالاشتراكات ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد، وكومنتاتكم الجميله ربنا ما يحرمني منكم ابدا، ونفضل مع بعض على طول. ولايكات كتير 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 علشان القناه تفضل معاكم. بصوا فضلت اضرب في الخليط كله مع بعضه لغايه اما اداني القوام الكريمي بتاعي. ورحت جايبه الاسباتيولا بتاعتي وبدات ان انا الملم من الطبق الخليط كده، عشان بصوا ما شاء الله كريمي وجميل جدا، علشان ابدا اكمل بقيه البسبوسه بتاعتي. ده القوام اللي انا حباه. ورحت جايبه سميد البسبوسه ده عباره عن 600 جرام، حتى مش مكملين كيلو الا ربع. بس انت عايزه تقللي من السمنه والزبده براحتك خالص. انا حباها تبقى بسبوسه مبسبسه كده وبتبقى طريه وناعمه وجميله خالص، ما بحبهاش تبقى ناشفه. انت عايزه تخليها ماسكه نفسها شويه، قللي من السمنه هتطلع زي ما انت حابه. لكن انا زودت السمنه والزبده علشان تديني الطراوة الجميلة اللي انا حباها. وبدأت ان انا اقلب كل الخليط ده كله كويس جدا مع سميد البسبوسة بتاعتي. بصي ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. بصي خطير. عايزة تخلي الخليط اللي احنا حطيناه وتحطي كيلو الا ربع سميد بسبوسة برضه هيطلع جميل خالص، تحطي كيلو برضه هيطلع على الخليط بتاعنا جميل خالص. بس انا حابة ازود الزبدة شوية علشان يدي الطراوة اللي انا بحبها في البسبوسة. ورحت جايبه الصينيه، كنت طبعا حاطه فيها السمنه او المادة الدهنية، وفردتها في الصينية ونزلت بنص الخليط علشان اراضي الاطراف كلها يا جماعة. لازم مهم جدا ان انا اراضي الكل. فرحت نازلة بنص الخليط بتاعي وفردته في الصينية علشان ابدأ اعمل اول صينية من البسبوسة معاكم، وخبطتها خبطتين كده عشان ما يبقاش في فراغ في الصينية من تحت. خلاص كده رحت جبت الصينية التانية وبرضو فردت فيها المادة الدهنية بتاعتي، وهنزل بالباقي البسبوسة في الصينية التانية. اهي زي ما انتوا شايفين احنا عملنا صينيتين بسبوسة ب600 جرام من سميد البسبوسة. وبدأت ان انا انزل في الصينية التانية وهفردها كويس جدا بايدي. طبعا انا بحب افرد البسبوسة بايدي علشان ابقى متحكمه ان مفيش حته تبقى عاليه وحته واطيه. وخبطتين كده بتبقى خطيره جدا. احطها في الفرن تبقى جايه كلها سوا واحد، ما يبقاش فيها مكان حته عاليه وحته واطيه. خلاص كده فردت الصينيتين بتوع البسبوسه، هروح احطهم بقى في الفرن. بس هقول لكم حاجه، انا نسيت ان انا احط في البسبوسه بالمكسرات، احط السوداني قدامكم او المكسرات اللي انت حباها. فانا حطيتها والكاميرا مقفوله وحطيتها في الفرن. بص طلعت خطيرة خطيرة جدا جدا، وطعمها كان روعة. دي اول صينية اللي احنا عملناها بالمكسرات، نرضي اول طرف. خلاص كده لسه شوية في خطوات تاني، اوعي تفصلي الفيديو.
طبعا مهم جدا ان انت تسيبي البسبوسه تبرد خالص، علشان ما ينفعش ان انت تحطي كريم شانتيه فوق البسبوسه وهي سخنه، لان لو حطيتي الكريم شانتيه على البسبوسه وهي سخنه هتسيح منك خالص وهتبقى زي الشربات، مش هتظهر خالص فوق البسبوسه، ومش هتبقى، هي هتدي طعم لكن مش هتظهر معاكي فوق البسبوسه. فاستني خالص لغايه اما البسبوسه تبرد وانزلي بالكريم شانتيه بتاعك. خلاص كده عيالي قالوا لي لا يا ماما احنا عايزين صوص الفراولة. يا جماعة مش هينفع صوص الفراولة، ما بيتمسكش فوق الكريمة، عندي الكريمة لسه برضو مش مكتراها قوي. قالوا لي لا يا ماما، ما حطيتهاش في التلاجة. قالوا لي لا حط لنا عليها صوص فراولة، احنا حابينه كده. قلت لهم خلاص زي ما انتوا حابين. حطيت كده وعملت اي شكل زي ما انتوا شايفين كده، ورحت بقى ايه خلاص عملت كده الصينيتين الجمال. بس استني شوية، كنت عاملة السيرم بتاع البسبوسة اللي هي بالمكسرات، كوباية واحدة بس من السكر، لان انا كنت حاطة سكر في البسبوسة ورحت نازلة بيها. عايزة اقول لكم حاجة، البسبوسة ما بيبقاش السيرم بتاعها متماسك، يا دوبك بتغلي غلوتين السكر والمية والفانيليا وتروحي نازلة في فوق البسبوسة بيها. خلاص كده عملنا احلى صينيتين بسبوسة. وهبدأ ان انا اهز البسبوسة كويس جدا علشان تتشرب من السيرم بتاعها. خلاص كده عملنا اول بسبوسه بالمكسرات، وعملنا البسبوسه بالكريم شانتيه. بصوا بقى خطيره والله، الطعم كان روعه. اتمنى ان انتوا تعملوها بنفس الطريقه. بصوا مش مكلفه، 600 جرام يعني يعتبر كيس بسبوسه وعليه حبه صغننين خالص. عملنا احلى صينيتين. بصوا ما شاء الله جمال جدا جدا جدا. اتمنى ان انتوا تعملوهم بالخطوات بتاعتي وتقولوا لي رايكم في كومنت جميل زيكم. يلا بقى خلاص عملناهم. هقطع حاجة بسيطة قدامكم علشان اوريكم. انا زي ما قلت لكم مزودة الزبدة ومزودة السمنة علشان بحب البسبوسة تبقى مبسبسة كده وناعمة وخطيرة. فهبدأ ان انا اقطعها قدام الكاميرا واوريكم. بصوا ما شاء الله خطيرة جدا، تحفة. اتمنى تعملوها بنفس طريقتي، خطيرة خطيرة. بصوا، ها، طريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة ومش مكلفة. اتمنى ان انتوا تعملوها بطريقتي وتقولوا لي رأيكم. ما شاء الله جميلة جدا جدا. ورضيت الطرفين، اللي عايز بالكريم شانتيه عملت له، واللي عايز بالمكسرات عملت له. بحاجة بسيطة جدا، كنت هعمل صينية واحدة عملت صينيتين. كانوا روعة وتحفة وطعمهم كان يجنن. بصوا كده انا حبيت اوريكم بس اقرب لكم من الكاميرا. بصوا خطيره ازاي، متماسكه وجميله بس ناعمه جدا وطعمها روعه. والصينيه اللي بالكريم شانتيه وصوص الفراوله كان طعمها الاضافات كانت مخليها خطيره. الاتنين كان طعمهم تحفه يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، وانتظروني في الفيديو القادم. واللي نسي اللايك يحط اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.